في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسبانيا، خرج رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني السابق فرناندو أليخاندرو مارتينيز بتصريحات غير مسبوقة وصف فيها المغرب بالتهديد الحقيقي لإسبانيا، خاصة فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليليا. التصريحات جاءت في سياق حديثه عن التحولات الاستراتيجية في المنطقة، حيث عبر المسؤول العسكري السابق عن قلقه من تنامي العلاقات بين الرباط وواشنطن، معتبرا أن هذا التقارب قد يغير موازين القوى في غرب المتوسط. كما أثار نقطة حساسة تتعلق بحلف الناتو، مشككا في مدى وضوح التزام الحلف بالدفاع عن سبتة ومليليا في حال نشوب أي نزاع بسبب ما وصفه بالغموض القانوني لوضع المدينتين داخل مظلة الدفاع المشترك. التصريحات فجرت نقاشا واسعا في الإعلام الإسباني، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية لأوروبا بشأن ضعف الإنفاق العسكري، مما يضع مدريد أمام تحديات استراتيجية معقدة في علاقتها مع كل من الرباط والحلف الأطلسي. ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل نحن أمام مجرد تحذيرات نظرية، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوترات الجيوسياسية؟